فيلم رامبو مش بيتكلم عن شاب بيحاول ينقذ كلبه، لا هو ده جزء من الموضوع. فيلم رامبو بيتكلم عن شاب مصري بيحاول ينقذ الحاجة الوحيدة اللي باقية له من طموحاته، بيوريك قد ايه الشباب بتتبخر وبتفقد فرصهم واحدة ورا التانية لحد ما بقوش قادرين يعيشوا اساسا. ايوه الفيلم اساسا سياسي، بس طبعا مش هينفع انت فاهم عشان ربنا يعني يستر، الشباب كلها محبوسة. كده كده انا يعني انا ضامن يعني عشان ما فيهاش حبس، مفيش غير خمس ستة بيتفرجوا عليا فكير ان شاء الله. الفيلم فيه كذا رمزية وكذا شكل من اشكال الفساد في مصر، منهم شخصيه كارم وهو البلطجي اللي هو بيستغل سلطته، واحمد بهاء اللي كان طالع بشخصيه كارم. بصراحه تمثيله ما كنتش متخيل بصراحه ان الراجل ده يعمل حاجه زي كده، يعني تمثيله كان فاجر يعني. وقصه كارم الاسطى كارم يعني كانت هي المحرك الاساسي بتاع القصه، هي بسببها حاول حسن يحاول يهرب برامبو ويوديه لمكان آمن أكتر ليه. وكارم مش بلطجي حارة بس، لأ ده رمز للبلطجة عامة في مصر، في كل حاجة بقى، أي حد بيستغل سلطته. وبجد الواحد كان قلقان من شخصية كارم، الواحد كان قلقان لا تعمل أي حاجة بجد. برافو، تمثيل أحمد بهاء شارموفرز يعني كان ضرب نار. وتاني حاجة ممكن تاخد بالك منها هي الجاكيت بتاع حسن اللي كان مكتوب عليه سكيورتي وكان ناقصه حروف، لان دي مش شغلته. حسن اصلا اللي شفناه في الفيلم ان هو كان شغال طباخ وساب الشغلانه واشتغل امن لانه ملقاش غير الشغلانه دي. حتى امه كانت بتقول له سيب الجاكيت يا حسن اعمله لك، وهو طنش ومرضيش. وحسن اصلا مش شخصيه شجاعه انه يشتغل سكيورتي او فرد امن، هو شخص بيخاف اصلا من كل حاجه وجبان يعني. بالعكس بتلاقيه هو اول واحد بيتأذي من اي خطر جاي عليه، فكلمه سكيورتي دي مش لايقه عليه. وهنا تيجي لقطة العم حسن، هو وعمه اللي ما زاروش بقاله سنين، فراح له يمكن يلاقي له حل في مشكلته، فبدل ما يحاول يساعده قال له طنش وبتاع وسيبك والكلب الكارم وفكك من الكلام ده وبتاع. المشهد ده حلو قوي بيوريك الفرق ما بين جيلين، جيل عايز يحاول وعنده لسه طموح، وجيل تاني عاوز يعيش في سلام وخلاص، هو خلاص اتبهدل ما فيه كفاية. وكان في بقى تالت مشهد، المشهد ده تحفة فنية، لما كان حسن نام على الأرض وكان رامبو نام فوقيه كده، وكانوا تحتيهم الأرض لونها أخضر كده، وقاعد بيسمع لشجر الليمون بتاعت الفنان الكينج محمد منير. كان في رمزية جميلة قوي، هي رمزية الشرايط اللي كان بيسمعها لأبوه وهو زمان وهو صغير. الرمزية دي جميلة قوي إن هو بيوريك إن الأمان الوحيد اللي كان في حياة حسن هو كان أبوه، فهو بيحاول لسه يطمن نفسه إنه لسه موجود معاه، إنه بيسمع له الشرايط دي حتى هو في أوحش أوقاته. كان في مشهد كده لما كان في البنزينة ومعون وبتاع وطلع، راح يكلموه في التليفون وكان ساند على خشبة كده، فأمه بتقول له سلم ربه، ففجأة الخشبة دي اتشالت من إيده العربية اللي كان ساند عليها. فيبين لك إن استند اللي كانت أمه وسابته وبتاع حاجات بقى مع مخرجين وكده، بس بصراحة كان جامدة فشخ يعني. نرجع مرة تانية لكلمة سكيورتي. حسن بيمسك الجاكيت وبيحاول يشيل كلمة سكيورتي عشان هو حاسس إن هو مش جدير بيها، حاسس إنها مش شبهه، فبيحاول على قد ما يقدر وهو قاعد في الجامع بيحاول يقطعها ويشيلها وبتاع. المشهد كان قوي جدا وهو ماسك بتاعه بيحاول يقطع الحروف مع كلمة سكيورتي. وكمان لما كان نايم في الجامع وفي ظهره كمان كان في كادر كده، في ظهره كان مكتوب المعز المذل اسمه الله الحسنى يعني، كان مكتوب المذل بالزين مش بالزال. ف... فدي يعني برضه رمزية على الحال اللي حسن فيه دلوقتي. بس وفي مشهد النهاية القرار خلاص اتاخد وحسن كان لازم يسيب رامبو، فبنسمع كلام حسن لرامبو عن الأكل والمساحات الخضراء اللي موجودة في بلاد بره كأي شاب مصري بيتكلم عنها وبيحلم بالهجرة. وكأن حسن مبسوط برامبو لأنه جزء منه هيعرف يحقق اللي حسن معرفش يحققه، وهي العيشة الكريمة بس مش أكتر. حسين ما بيفكرش في عربية، بيت حلو، كل اللي بيفكر فيه هو أكل وجناين حتى يقعد فيها وبس، يعني ده اللي جه في دماغه عشان تشوف قد إيه الشباب هنا أحلامهم بقت بسيطة مع ارتفاع كل حاجة بقى، ارتفاع الآمال والطموح إن أنت تبقى بس تعيش حاجة كويسة يعني. النهاية كمان كان فيها إشارة لفيلم الغول بتاع عادل إمام اللي حسن وأمه كانوا بيتفرجوا عليه في أول الفيلم. الفيلم ده فيه إسقاطات سياسية كتير، وكان بيتكلم عن الفساد الاقتصادي والسياسي وحاجات كتير وإزاي القلب اتكسر وكده يعني. وفي الآخر البطل اضطر ياخد حقه بدراعه بعد ما مفيش حاجة قانونية يقدر يمشي بيها زي ما حسن عمل بالظبط في الآخر. والمشهد بتاعه لما حرق العربية ده بصراحة كان فاجر، كان فاجر، كان بوم. فهو فيلم سياسي في المقام الأول، مش بس بيتكلم عن إن واحد بيحب كلبه وعايز يسيبه، أنا شايف الفيلم السياسي أساسا. فبصراحة مش عارف إزاي ما اتمنعش.
بس برضه يعني إحنا بلد فيها حريات وبتاع، وكل واحد يقدر يعبّر عن رأيه براحته يعني، الموضوع بسيط يعني، يعني مصر أم الدنيا يعني. برضه المزيكا كانت حلوة أوي، أغنية شجر الليمون اللي بتتكلم عن أرض كانت المفروض تطرح ثمار حلوة يعني، بس دبلت. حال الأحلام اللي بتموت في مصر، الشباب كلّها بتحب مصر ونِفْسها تقعد فيها، بس أنت بتموت معاها وبتموّت أحلامك معاها. من الآخر فيلم البحث عن منفذ خروج السيد رامبو هو واقعي، واقعي جدًا لدرجة إنك بتتضايق لمّا حد بيقول لك حاجة زي كده، وتبتدي تفكّر في حياتك من الأول، وتشوف هل أنت شبه حسن في جانب معيّن، تكتشف إنك كُلّك حسن بس في أماكن مختلفة. تقول لي لأ أنت عيشتك مش زيي وبتاع وكده، أقول لك لو أنت مصري فكُلّنا حسن، بس ربنا يكرمنا ويكرم الناس كلّها. سلام. Alla di no, dalle madella, della melanidot.